يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين، صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم معطر بذكر الله حبيبي في الدنيا. بصوا بقى، أنا لسه جاية من السوق، والنهاردة طبعا الجمعة، ربنا يا رب يجعلها إن شاء الله كده جمعة رزق وجمعة بركة عليكم يا أحلى خير في الدنيا. بالليل كل ما أجي أصور ما بيخلينيش أعرف أصور خالص. عايزة أقول لكم، بصوا أنا بحب أصلا دخلة الشتاء ده بيبقى بحب الخضار قوي، يعني عايزة أقول لكم أحلى خضار بتاكلوه في الشتاء. صلوا على النبي كده واعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها. وتعالوا نشوف جبنا ايه النهارده. بصوا السمك الفيليه يا بنات النهارده ب 180 جنيه. طبعا انا كنت عايزه اكل سمك، فالعيال قالوا لي طب هات لنا يا ماما سمك فيليه، والسمك المكرونه الكيلو ب 100 جنيه. انا جبت كيلو ربع من الفيليه وربع كيلو من السمك المكرونه، تمام. جبت نص كيلو كبده بلدي، الكبده البلدي ب 250 جنيه، تمام. وطبعا انتوا عارفين ان عندي رز كتير، فبرضو جبت كيلو بس عشان يبقى عندي برضو بالزياده. جايبه ربع كيلو، الكيلو النهارده في ب 27 وفي 28 الرز البلدي. جبت ربع كيلو قمح بليله، قلت اعمل لهم بالليل كده بليله بلبن نتعشى منها. الربع كيلو ده باربعة ونص، راح مكمل لي ب5 جنيه. جايبه بيضتين عشان قلت لو انا عندي في التلاجة برضو بيض جايباهم بالزياده عشان العصافير، البضايه ب4 جنيه ونص، تمام كده. اللهم صل على حضرة النبي. بصوا بقى حزمة الخس دي كلها ب5 جنيه. بصوا بجيب منها برضو عشان ناخد منها الحلو، والباقي بشيله العصافير. جايبه بصل اخضر، جايبه فجل، جايبه جرجير، بس احنا بقيه الجرجير شلته فطرنا بيه، تمام كده. اللهم صل على حضرة النبي. صلوا على النبي يا جماعه، اعملوا لايك للفيديو، وبالله عليكم يعني ما تستخسروش فيها الاشتراك، لان ساعات بلاقي المشاهدات اكتر من الاشتراكات، والمشاهدات اكتر من اللايكات. اعملوا لايك للفيديو كده واشتركوا في القناه، احلى اخوات في الدنيا كده، الله يكبر خاطركم يا رب. بصوا وجبنا كمان، عايزه اقول لكم الفجل ده ما بيطلعش غير في الشتاء. راس الفجل ده الكيلو ب 15 جنيه. عايزه اقول لكم فيه قيمه غذائيه عاليه جدا جدا، وفي قيمه حرق قوي اللي بيعملوا دايت بطريقه رهيبه جدا، وبينزل الدهون. طبعا انتوا عارفين ان عندي دهون عاليه، فانا بجيب الحاجات دي عشان الدهون اللي عندي. فجبت نص كيلو ب7 جنيه ونص. طيب بصوا بقى، في حاجات كانت انا كنت عايزه اجيبها، وكمان جبت ربع كيلو حلبه بلدي، ماشي. وجبت ب5 جنيه قرفه. الحاجات دي ما كانتش عندي بقالي كتير، والشتا اللي فات تقريبا ما جبتش حلبه. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتوا عارفين الكنكه اللي عندي بلال ما شاء الله، يعني كان بيعمل ايس كوفي وحرقها لي يعني، فانا مخليه كنكه ليا وكنكه لجوزي، لان جوزي بيشرب القهوه مسكره، انا بحبها يعني ايه متوسطه يعني مظبوطه. فرحت جبت الكنكه دي. بصوا ما لقيتش الكنكه الحلوه اللي انا نفسي فيها، انا لسه عايزه اجيب كنكه حلوه، مش لاقيه الكنكه اللي انا عايزاها اللي هي الايديها الخشب. كنت بجيبها من شارع المعز، فان شاء الله اما ابقى انزل ابقى اجيب واحده. فجبت دي مؤقتا ب 45 جنيه. بصوا كبيره برضو، عشان المره اللي فاتت انا اتخميت وجبت الصغيره واتخميت فيها بصراحه، وهي مرميه عندي اهي ما عملتش بيها اي حاجه. دي ب45 جنيه يعني، هي ستانلس بس اللي هي يعني مش اللي هي برضو جامده وحلوه زي ما انا كنت عايزه، مش لاقيه الكنكه الحلوه اللي انا عايزاها. وكان نفسي حتى في واحده المونيا، ما لقيتش المونيا، لقيت الالمونيا الكبيره اللي هي بتعملوا فيها شاي، فدي اللي هي حلوه، هي وسط ب 45 جنيه، ماشي. المستكه دي ب 20 جنيه، ماشي كده. مستكه لما تيجي تقلي حاجه بتطلعيها بيها. السكينه طبعا انا ما عنديش ولا سكينه سليمه، كل الايدين مخلعه بسبب بلال، والحمد لله. بيجي يقطع قصب وحاجات كده غريبه الملامح، والحمد لله رب العالمين. جبت السكينه دي يا بنات بكام؟ ب 30 جنيه. الصغننه منها ب 15. انا مورا لكم كده، خلي بالك عشان الحاجات دي بتبقى حاميه قوي. يعني كنت عايزه اجيب واحده من التوحيد والنور برضو. التوحيد والنور السكاكين فيه بتيجي ب 110، سكاكين ب 110. فانا ان شاء الله عايزه اجيب برضو طقم سكاكين من التوحيد والنور، دي ب 30 جنيه. فانا بجيب الحاجه مؤقتا يعني، فاهمين ازاي؟ مؤقتا. دي ب 30 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت المعالق. طبعا بلال مش مخلي المعالق برضو، الحمد لله برضو. ال 12 دول معلقه ب50 جنيه، 12 معلقه دول ب50 جنيه. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الجمعة كده، صلوا على النبي كتير عشان ان شاء الله كده ربنا يكرمكم، ويوصل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يوم الجمعة، ويجعل لكم كده ان شاء الله بكل سنة رفع، بكل صلاة على النبي رفع درجة و10 حسنات عند ربنا، والعشرة بايه؟ بأضعاف مضاعفة ان شاء الله. بصوا بقى، والمردانة دي انا عايزه اقول لكم كان نفسي فيها من زمان، اول مره الاقيها عند حد. انا بقول اول مره زي بنت اختي بهتت عليا لوج. يا رب ما اكونش سامعه الفيديو. مالله تقول على الريه لام. بصوا دي كان نفسي فيها قوي من زمان يا بنات. دي اللهم صل على النبي ب 20 جنيه، تمام.
المردانه دي ب 20 جنيه. انتوا عارفين ان انا عندي اللي هي الكبيره، العصايه الكبيره اللي بفرد بيها العجين، فانا دي برضو ايه، ولو كنت لقيت اصغر كمان كنت جبت، بس دي اصغر حاجه عنده. الراجل بقى قال لي كملي لي الفلوس يا حاجه وخدي الحاجات خدي الحاجه ب 20 جنيه، فانا ما رضيتش اكسفه طبعا. جبر الخواطر على الله يا جماعه والله العظيم، جبر الخواطر على الله. انتوا ما حدش بيكبر خاطري باللايكات خالص ولا المشاهدات يا حبايب قلب. والله العظيم ما بيجي لي غير دولار في الشهر من القناه، يعني دولار او دولار ونص او دولارين. فنفسي ربنا يكرمني والله العظيم، يعني اربح من القناه كده الكحيانه دي. ربنا المستعان. بصوا جبت منه الثلاث كوبايات دول ب 20 جنيه. انا ما عنديش الشكل ده من الكوبايات، فانتوا عايزه اقول لكم ان انا عندي المطبقيه مليانه كوبايات، اللي هو لو كان في مكان تاني كنت خدت منه 6 على بعضهم عشان يبقوا نفس الشكل، بس خدتهم. انا عندي ما شاء الله بلال ما بيخليليش كوبايات، يعني بيكستر كتير، فانا بشتري كوبايات كتير قوي، مشابك وكوبايات. يعني انا اكتر حاجه بشتريها المشابك وكوبايات. الثلاث كوبايات دول ب 20 جنيه. حلو كده. صلوتوا بينا على النبي. عملتوا لايك للفيديو؟ يلا بقى اعملوا لايك للفيديو، وشوفوا لي الفيديوهات القديمه كده بالاعلانات. جبر الله خاطركم يا احلى اخوات في الدنيا كده والله، عشان القناه تكبر بيكم كده وتلعلع وتلعلع. واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يجيله كده كل اشعار كل ما انزل فيديو. انا عارفه ان انا مهمله في تنزيل الفيديوهات، والله العظيم انا مسحوله 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 يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. نشكر ربنا ان احنا عندنا حاجه في الحياه بتشغلنا، وان احنا دايما مشغولين. غيرنا بيبقى يعني في ناس بيبقى فعلا عندها وقت فراغ ومش لاقيه حتى هتعمل ايه. يعني الحمد لله ان احنا لما تقولي ان انا مش فاضيه دي نعمه من عند ربنا. الحمد لله ان ربنا شغلك، ربنا يجعلنا مشغولين بالحاجات المفيده والحاجات اللي فيها خير، ونسعى كده في الخير. في عندك وقت فراغ اشغليه في اي حاجه مفيده. احفظي في قران، قعدتك على التليفون استغليها، ممكن هاتي سير الصحابه واقريها. نزلي ابلكيشن القران، حتى لما اكوني، انا بعمل كده والله العظيم، انا مش يعني بوصيكم وبوصي نفسي كمان. نزلي ابلكيشن القران لما تكوني في مشوار بره او عند دكتور مستنيه بعد الشر عليكم، او في مشوار فيه انتظار، بيجيبي عيش، بيجيبي اي طلب من طلباتنا. طبعا عارفين ان احنا الحاجات دي بتاخد منا وقت كتير. نزلي ابلكيشن القران، ولما يكون عندك حاجه فيها انتظار طلعيها واقري، اقري ما تيسر من القران، اقري سوره الواقعه، اقري سوره البقره، اقري اللي يتيسر عليكي من القران. يبقى انت استفدتي بالوقت ده جدا. بتقعدي على التليفون كتير، اشتركي على الفيسبوك في الصفح اللي فيها حاجات دينيه. بتحبي اليوتيوب، اشتركي برضو في حاجات دينيه، اسمعي حاجات مفيده. واحده جبرتي بخاطرها كده، زي شفت لها الفيديو كده انت جبرتي بخاطرها. اعملوا حاجات مفيده كده، وربنا يجعل يا رب وقتنا كده دايما مشغول بس بالخير يا رب العالمين. يجعل يا رب وقتكم كله مشغول بالخير، ويكبر خاطركم ويفرح قلبكم ويسعدكم ويرضيكم ويديكم كل اللي نفسكم فيه يا رب، بحق جاه المصطفى، بحق جاه الجمعه يا رب اللي فيها ساعه استجابه، جعلها الله ساعه استجابه يا رب. يفرح قلبكم ويكبر خاطركم كلكم يا احلى اخوات في الدنيا والله العظيم. انا عارفه ان انا مقصره في تنزيل الفيديوهات، بس سامحوني والله، انا بنزل على قد ما بقدر وعلى قد ما بفضى. والله انتوا عارفين ان انا يعني بجد والله العظيم ما بفطاش خالص. اللي عندها عيال دي مسحوله مسحوله مسحوله. فالحمد لله رب العالمين ان احنا وقتنا مشغول بحاجه حلوه وحاجه مفيده. عايزه اقول لكم دخلت المدارس السنه دي، اللهم بارك اللهم بارك، الحمد لله الحمد لله. نحمد ربنا على الامن اللي في بلدنا، نحمد ربنا في نعم كتيره احنا مش بنحمد ربنا عليها. نحمد ربنا على الامن اللي في بلدنا، نحمده ربنا. اللي عنده ولاد يحمد ربنا انه عنده ولاد يعني. نحمد ربنا على نعمه الصحه. الحاجات دي كلها بناخد عليها حسنات، في نعم بنغفل عنها. لو انت تذكرتيها ربنا يعني تذكرتيها وحمدتي ربنا عليها بتاخدي حسنات كتيره جدا. بذكركم وبذكر نفسي والله العظيم بيها. ربنا يا رب يفرح قلبكم يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسونيش بمشاهده الاعلانات، لما يعدي عليكم اي فيديو ليا فيه اعلانات ما تتخطوش، شوفوه كده كده جبر خاطر ليا. الله يفرح قلبكم ويكبر خاطركم. يلا دمتم في رعايه الله يا احلى اخوات في الدنيا يا جبارين الخواطر.